كنت فاكرة إن الطلاق نهاية، بس اللي حصل بعده كان بداية لحاجة أوجع بكتير. جوز عمتي اللي المفروض يكون زي أبويا كان دايما يبصلي بنظرة غريبة ويقولي: أنتي جسمك ملفت، مدور بطريقة محدش يقدر يقاومها. كنت أستخبى من عينيه، بس هو عمره ما وقف. وفي يوم قال ليها بالحرف: ما تلومينيش على اللي هعمله، أنتي بعد طلاقك بقيتي حرة. ومن ساعتها خدني في طريق كله حرام، طريق صعب مؤلم ومليان ذنب. بس الأسوأ إني اتعودت على العادة اللي علمني إياها، ومش قادرة أسيبها، رغم إن كل يوم بيفوت عليا وأنا بتألم من اللي بيحصلي ومن اللي بقيت عليه. أهلا بيكم في قناتكم، القناة اللي دايما بتقدم لكم حكايات من قلب الواقع، حكايات ناس عاشوها بكل تفاصيلها، وكل كلمة فيها طالعة من وجع حقيقي. ويلا بينا نبدأ أول حكاية. حكايتي بدأت لما بابا وماما انفصلوا. كل واحد فيهم كان عايز يعيش حياته. بابا زي عادته سافر بره، وماما برضو ما كانتش عايزاني، كانت ناوية تتجوز ومش عايزة وجع دماغ. وقتها ما كانش ليا مكان أروح له. الوحيدة اللي رق قلبها وخدتني كانت عمتي، بس هي ما خدتنيش علشان بتحبني، خدتني علشان أخدمها، خصوصا إنها كانت كبيرة في السن. وفعلا رحت عشت معاها، بس من أول يوم وأنا شغالة زي الخدامة في البيت كانت دايما تقولي: اعملي بلقمتك أحسن ما كنتي دلوقتي بتعيشي في الشارع. رفضت تكملي تعليمي، وكنت وقتها لسه طالعة من الإعدادية. فضلت عايشة معاها لحد ما بقيت عندي 19 سنة. بس اللي كان بيخليني مش مرتاحة إن جوز عمتي كل ما ينزل أجازة من السفر كان تصرفه غريب معايا. عمره ما سابني في حالي، دايما يقولي: انتي خلاص كبرتي وبقيتي ملفتة، مش شايفة نفسك؟ كان بيقول كلام يخليني أتكسف وأتضايق. كل مرة يشوفني وأنا بنضف أو بعمل حاجة يفضل يرمقني بنظرات تخليني أتشل. بس كنت ساكتة، مش قادرة أواجهه ولا أقدر أمشي من البيت، لأني ما كانش ليا مكان تاني أروحه. كنت بحاول أعمل نفسي مش واخدة بالي، بس الحقيقة إني كنت مرعوبة. وفي يوم قال لي: ما تخافيش، اللي هعمله مش هيأذيكي ومش هتخسري حاجة، بس أوعي تقولي لعمتك، وأي فلوس أنتي عايزاها هتكون معاكي. ومن اليوم ده ابتدى يعمل معايا حاجات تغضب ربنا. كنت كل مرة أتألم بعدها أبكي من جوايا، بس ما كانش عندي حد أشتكيله. حتى أمي من يوم ما رحت عند عمتي وهي اتزوجت وانشغلت بحياتها نسيتني تماماً. اللي اتعودت عليه مع جوز عمتي، رغم إني كنت عارفة إنه حرام، ما قدرتش أبطله بعد طلاقي، وبقيت عايشة في دوامة، كل يوم أتألم من اللي بيحصل، بس مش قادرة أبطل، لأني اتعودت على حاجة ما ترضيش ربنا ومش قادرة أخرج منها. كنت فاكرة إن الطلاق نهاية، بس اللي حصل بعده كان بداية لحاجة أوجع بكتير. جوز عمتي اللي المفروض يكون زي أبويا كان دايما يبصلي بنظرة غريبة ويقولي: أنتي جسمك ملفت، مدور بطريقة محدش يقدر يقاومها. كنت أستخبى من عينيه، بس هو عمره ما وقف. وفي يوم قال ليها بالحرف: ما تلومينيش على اللي هعمله، أنتي بعد طلاقك بقيتي حرة. ومن ساعتها خدني في طريق كله حرام، طريق صعب مؤلم ومليان ذنب. بس الأسوأ إني اتعودت على العادة اللي علمني إياها، ومش قادرة أسيبها، رغم إن كل يوم بيفوت عليا وأنا بتألم من اللي بيحصلي ومن اللي بقيت عليه. أهلا بيكم في قناتكم، القناة اللي دايما بتقدم لكم حكايات من قلب الواقع، حكايات ناس عاشوها بكل تفاصيلها، وكل كلمة فيها طالعة من وجع حقيقي. ويلا بينا نبدأ أول حكاية. حكايتي بدأت لما بابا وماما انفصلوا. كل واحد فيهم كان عايز يعيش حياته. بابا زي عادته سافر بره، وماما برضو ما كانتش عايزاني، كانت ناوية تتجوز ومش عايزة وجع دماغ. وقتها ما كانش ليا مكان أروح له. الوحيدة اللي رق قلبها وخدتني كانت عمتي، بس هي ما خدتنيش علشان بتحبني، خدتني علشان أخدمها، خصوصا إنها كانت كبيرة في السن. وفعلا رحت عشت معاها، بس من أول يوم وأنا شغالة زي الخدامة في البيت كانت دايما تقولي: اعملي بلقمتك أحسن ما كنتي دلوقتي بتعيشي في الشارع. رفضت تكملي تعليمي، وكنت وقتها لسه طالعة من الإعدادية. فضلت عايشة معاها لحد ما بقيت عندي 19 سنة. بس اللي كان بيخليني مش مرتاحة إن جوز عمتي كل ما ينزل أجازة من السفر كان تصرفه غريب معايا. عمره ما سابني في حالي، دايما يقولي: انتي خلاص كبرتي وبقيتي ملفتة، مش شايفة نفسك؟
كان بيقول كلام يخليني أتكسف وأتضايق. كل مرة يشوفني وأنا بنظف أو بعمل حاجة يفضل يرمقني بنظرات تخليني أتشل. بس كنت ساكتة، مش قادرة أواجهه ولا أقدر أمشي من البيت، لأني ما كانش ليا مكان تاني أروحه. كنت بحاول أعمل نفسي مش واخدة بالي، بس الحقيقة إني كنت مرعوبة. وفي يوم قال لي: ما تخافيش، اللي هعمله مش هيأذيكي ومش هتخسري حاجة، بس أوعي تقولي لعمتك، وأي فلوس أنتي عايزاها هتكون معاكي. ومن اليوم ده ابتدى يعمل معايا حاجات تغضب ربنا. كنت كل مرة أتألم بعدها أبكي من جوايا، بس ما كانش عندي حد أشتكيله. حتى أمي من يوم ما رحت عند عمتي وهي اتزوجت وانشغلت بحياتها نسيتني تماماً. اللي اتعودت عليه مع جوز عمتي رغم إني كنت عارفة إنه حرام ما قدرتش أبطله بعد طلاقي، وبقيت عايشة في دوامة كل يوم أتألم من اللي بيحصل، بس مش قادرة أبطل لأني اتعودت على حاجة ما ترضيش ربنا ومش قادرة أخرج منها.